أهلا بكم. يقول متابعون: نحن أمام حكومة لا تعرف استخدام الرقم أو لا تحوزه أصلا. أفلا تدري هذه الحكومة أن الاستشراف والتخطيط أداة لا مفر منه من استخدامه في سبيل النجاح؟ لا تخطيط ولا استشراف في بلد تهزه رياح الأزمة المالية من كل جانب. نشير فقط أن وزارة التخطيط والاستشراف تلعب دور التنسيق بين جميع وزارات الحكومة، وهي من تعمل على وضع الاستراتيجيات والميكانيزمات للحكومة وتقدم لها البرامج بعد قيامها بدراسات دقيقة تحدد القيمة المالية التي تحتاجها كل وزارة على حسب المشاريع المسطرة. أسسها الراحل هواري بومدين تحت مسمى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وحلت مع نهاية عهد الشاذلي بن جديد في العام 1988. الدولة تخلت عن كتابة الدولة للاستشراف والتخطيط في العام 2012 التي كان يقودها الوزير عبد الحميد تمار. أعادتها في سبتمبر 2013 وأعادت لتتخلى عنها في سبتمبر من العام 2014 كان يقودها الوزير بشير مصيطفة. اليوم في الجزائر الرئيس هو من يقدم البرامج للحكومة كما هي ممثلة في البرامج الخماسية، والحكومة تطبق فقط ما جاء فيها. أما الميزانيات فتحدد بطريقة تفتقد للدراسات والتقييم الناجع، وجل الميزانيات المرصودة للقطاعات تصرف بطريقة عشوائية أو يعود نصفها كما جاء في نهاية السنة. غياب التخطيط والاستشراف فقدت بسببه الجزائر حوالي 12 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي عند إبرام الاتفاق التجاري منذ 8 سنوات، والجزائر مطالبة بإعادة مراجعة ذلك الاتفاق، والأمر يتعلق بميثاق الاستيراد. نفس الخسائر تكبدتها الجزائر مع العالم العربي عند إنشاء منطقة التبادل الحر، حيث وجدت الجزائر نفسها تستورد موادا إسرائيلية تحت غطاء عربي، وقد يحدث إذا انضمت الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. كيف يتم تحرير ميزانية الدولة؟ على أي أساس توزع الأموال على ميزانية الوزارات؟ من يراقب تلك الأموال؟ يقول خبراء أن صرف ميزانية الوزارات لا يقوم على عد المشاريع بطريقة صحيحة ولا من منظور الاستشراف والتخطيط الناجع. حتى قانون المالية التكميلي هو في الأصل استثناء يرجع إليه في الحالات التي تكون فيها الأزمات، لكن في الجزائر أصبح قاعدة ثابتة، وهذا دليل قاطع على غياب التخطيط والاستشراف والتقييم والمحاسبة. غاب إذن التخطيط والاستشراف فتاهت الحكومة عن مسار النجاح. يقول متابعون: